كلنا عارفين ان الذهب غالي. بس النهاردة انا جايب لك الذهب كأرخص مكون في ازازة عطر روجا هيت لوكس. تخيل انك ماسك ازازة عطر سعرها ممكن يشتري عربية فخمة او يجهز شقة كاملة. لكن الغريب مش في السعر، الغريب ان في شرايح ذهب عايمة جوه ازازة العطر، ومع ذلك دي ارخص حاجة فيه. ايوه، ارخص حاجة فيه. ده مش إعلان ولا مبالغة، دي قصة عطر اتعمل علشان يثبت إن الفخامة ممكن توصل لمرحلة غير منطقية. القصة بتبدأ مش في مصنع ولا في معمل، القصة بتبدأ مع إحساس بالصدمة. راجل بريطاني اسمه روجا دوف، واحد من أشهر صناع العطور في العالم، كان عنده عطر بيحبه جدا لدرجة إنه بقى جزء من شخصيته. ريحته بقت مرتبطة بوجوده، بقت هي اللي بتدخل قبله أي مكان. لكن في يوم عادي جدا فتح إزازة جديدة من نفس العطر ورش منها، وبعد ثواني حصلت لحظة غريبة، لحظة إدراك إن في حاجة غلط. الريحة مش هي، نفس الاسم ونفس الإزازة، لكن الإحساس اتغير، كأنك بتسمع أغنية بتحبها بس بصوت حد تاني. اللحظة دي بالنسبة لأي حد ممكن تعدي، لكن بالنسبة له كانت بداية حاجة أكبر. لأن العطر بالنسبة له ما كانش رفاهية، العطر بالنسبة له كان هوية وذاكرة، وكان حضور بيكمل الشخص مش مجرد ريحة. وفي اللحظة دي قرر قرار غريب جدا، بدل ما يفضل يدور على عطر تاني يشبه له، قال جملة بسيطة بس مجنونة: لو أنا مش لاقي العطر اللي يشبهني أنا هصنعه بنفسي. بس الحقيقة إن القرار ده كان ليه أبعاد أقدم بكتير من الموقف ده. كان ليه أبعاد راجعة لطفولته، وهو كان طفل صغير مستني مامته قبل النوم علشان تيجي تطمن عليه وتمشي. لكن اللي كان بيفضل بعد ما تمشي هو ريحتها، كانت بتفضل في الأوضة وكأنها لسه موجودة، وكأن العطر كان عنده القدرة إنه يحتفظ بالناس حتى بعد ما يمشوا. ومن اللحظة دي اتزرعت فكرة في دماغه إن العطر مش مجرد ريحة. روجا كبر ودخل عالم العطور من أوسع أبوابه، اشتغل في واحدة من أعظم دور العطور في التاريخ، وتعلم هناك كل حاجة ممكن تتعلمها عن الروايح والتركيبات والمواد الخام والتوازن بين الفن والتجارة. شاف ازاي بيتعمل عطر علشان ينجح، وازاي بيتعمل عطر علشان يبيع. لكن السؤال اللي فضل جواه كان مختلف: هل ممكن أعمل عطر بدون أي قيود؟ بدون حتى ما أفكر في التكلفة أو أفكر في السوق أو أصلا أفكر في رأي حد؟ سنين وهو بيفكر في السؤال ده لحد ما قرر يجرب يعمل حاجة مختلفة تماما. مش عطر للناس ولا عطر للسوق، عطر لنفسه بس، عطر يعبر عنه هو، مش عن أي ترند ولا عن أي موضة. لو محدش غيره شمه يبقى عادي، المهم انه يكون هو النسخة الكاملة منه في صورة ريحة. ومن هنا بدأ يختار المكونات مش بناء على سعرها لكن بناء على إحساسها. بدأ يجمع أندر وأغنى المكونات اللي ممكن تتحط في إزازة عطر، مكونات صعب تلاقيها ومكلفة بشكل مبالغ فيه، مكونات بتستخدم بنسب قليلة جدا في أي عطر عادي، لكن روجا قرر يستخدمها بحرية كأنه بيرسم لوحة ومش فارق معاه تكلفة الألوان. والنتيجة كانت عطر معقد جدا وغني جدا وتقيل جدا، مش من النوع اللي يرضي كل الناس، لكنه من النوع اللي يخليك تحس انك لابس حاجة ليها وزن وليها حضور. بداية كده فيها إشراقة خفيفة لكنها مش بريئة، إشراقة متغطية بطبقة فخامة واضحة، وبعدها تدخل في قلب زهري، بس مش زهري ناعم، بالعكس زهري ملكي تقيل، تحسه إن جاي من زمن تاني. وبعدين القاعدة بتاعتنا اللي هي أهم حاجة، فيها عمق رهيب، عود وعنبر وتوابل وخشب، وإحساس كأنك واقف في قصر ملكي قديم. العطر ده ما كانش معمول أصلا علشان ينزل السوق، روجا كان بيستخدمه لنفسه. بس اللي حصل اللي ما كانش روجا نفسه متوقعه،
إن كل ما يدخل مكان الناس تسأله: العطر ده أنت جايبه منين؟ طب نلاقيه فين؟ طب إزاي نشتريه؟ ومع الإلحاح ده بدأ يفكر هل يفضل محتفظ بالسر ولا يشاركه. وفي النهاية قرر يطلع العطر للعالم كله، بس بطريقته، مش بالطريقة التقليدية. إنتاج محدود جدا، عبوات قليلة جدا، وسعر عالي جدا. مش بهدف التباهي، لكن بهدف الحفاظ على فكرة إن العطر ده مش عادي ومش حاجة متاحة لأي حد ولا في أي وقت. حتى شكل الإزازة نفسه ما كانش عادي، كان تصميم فاخر تحس إنك ماسك قطعة مجوهرات في إيدك، مش إزازة عطر. حتى شكل الإزازة ما كانش عادي، تصميم فاخر جدا وتفاصيل دقيقة تحسسك إنك ماسك قطعة مجوهرات مش إزازة عطر. وفي وسط السائل بتلاقي شرايح ذهب موجودة، بس المفاجأة إن الذهب ده هو أرخص حاجة موجودة في العطر، وكأنها رسالة غير مباشرة إن اللي شايفه مش هو الأغلى، الأغلى هو اللي أنت مش شايفه. المكونات نفسها والروايح نفسها اللي أنت هتجربها أغلى من الذهب. العطر ده مش بقى رمز للفخامة بس، لكن بقى الفكرة أعمق بكتير. فكرته إن في مستوى معين من الإبداع ملوش علاقة بالسوق ولا بالطلب، مستوى بيتعمل علشان يرضي شخص واحد بس، الشخص اللي صنعه. ولما تيجي تسأل السؤال الطبيعي هل العطر ده يستاهل سعره؟ لأنك لو بتدور على عطر تستخدمه كل يوم فطبعا الإجابة لأ. لكن لو بتبص عليه كعمل فني أو كتجربة أو كفكرة اتنفذت بدون أي تنازلات أو مخاوف، ساعتها ممكن الإجابة تكون مختلفة. روجا هيت لوكس مش مجرد عطر، هو تجربة ومحاولة لإثبات إن الكمال حتى لو كان مستحيل ممكن على الأقل تحاول توصله. وفي النهاية العطر ده مش معمول علشان الكل يفهمه، ومش معمول علشان الكل يمتلكه، ده معمول بس علشان يفضل موجود كدليل إن في ناس بتفكر بطريقة مختلفة، وناس شايفة إن الفخامة مش رقم بيندفع لكن إحساس بيتخلق.